السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا بقالي كتير ما طلعتش عشان كان عندي دور برد كده، والحمد لله بقيت احسن، بس لسه تأثيره معايا. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة بسلة باللحمة ورز بشعرية. الاول بقى سلقت اللحمة زي ما انتم شايفين، وحطيت ورق لورا الحبهان وجزراية وطماطماية وشطة، وهبدأ اقلل البسلة على طول. معايا بقى معلقتين زبدة كبيرة ومعلقتين زيت، وشوحت بصلاية لحد ما خدت اللون ده، وبعد كده نزلت بالطماطم والبهارات بتاعتي، وبعد كده نزلت بالبسلة والجزر، واللحمة سلقتها نص سوا عشان هكمل سواها في البسلة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ اعمل الرز بتاعي، حتة زبدة ومعلقتين زيت، ونزلت بالشعرية، وبعد كده هبدأ احمر فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه كان تحفة جدا، بس والله العظيم الفيديو ظلمه. وبعد كده هغسل الرز واصفيه كويس، وهنزل بيه على الشعرية، وهبدأ اقلب كويس علشان ما يبقاش فيه مية خالص، ويبقى مفلفل وحلو كده. وبعد كده هصفي الشوربة وهنزل بيها على الرز زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هقلب، واول ما يتشرب ههدي النار عليه واسيبه يستوي مع نفسه. وهروح علشان ازود البسلة، زودتها كوبايتين او 3 من الشوربة كده. وبس كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة. وهنا الرز بقى بعد ما استوى مفلفل جدا وحلو قوي، وكان طعمه حكاية. وبس كده بقى، هنا بعد ما غرفت الاكل كان طعمه تحفة والشكل كان روعة. هنا بقى في عندي في البيت مش بيحبوها في البسلة، فحمرتها لهم بحتة زبدة. وانا بحاول يعني اقلل من وقت الفيديو علشان ما تزهقوش. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم.